عارف ده ايه؟ الدنيا مقلوبه بسبب الفيديو اللي انا هوريهولك دلوقتي ده. الناس انقسمت لجزئين. الجزء الاول طبعا كارهين ريال مدريد ومشجعين باقي الفرق ان الراجل ده مستفز، وان الراجل ده بيحاول يخرج اللعيبه عن كره القدم، وان الراجل ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيمثل وبياخد حاجات مش حق. سبحان الله. لكن لما بيتضرب عادي، يعني اي خبطه على وشه، ضربه في رجله، الحاجات دي لو طلعت صاب، الناس برضه هتتكلم وتقول الراجل ده اتصاب عشان كان بيتضرب في الملعب. عارف الفرق الوحيد بس ايه؟ ان فيني بدا يتعلم شويه. فيني طول عمره من اللاعب المشاغب، طول عمره اللاعب اللي بيقعد يعمل نفس الحركات دي في الملعب، وهيفضل يعملها طول مسيرته على فكره. هي دي شخصيته، بس الفرق انه قبل كده كان بيعمل الكلام ده، ولما حد يستفزه، حد يغلط فيه، حد يقول عليه كلام تاني انت عارفه كويس مش هينفع اقوله، كان بيخرج بره الماتش. دلوقتي فاهم اللعبه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى يكون فاهم اللعبه، واتمنى يكون الناس فهمته الدنيا ماشيه ازاي. سبحان الله، لما طلعت بين الشوطين واحنا متعادلين 0-0 في ماتش زي ده، قلت ماتش زي ده محتاج فيني، مش بس عشان لاعب كوره مهاري. فيني فعلا لاعب مهاري، وفعلا لاعب مستفز، وفعلا بيعرف يلبس المدافع اللي قدامه ان هو يرتكب الخطا حتى لو هو مش حقيقي. شطاره من اللاعب على فكره. فيني لو بنفس المستوى ده ونفس الفكر ده بنفس الذكاء ده، يعرف يلبس لك كل ماتش الباك اللي بيلعب عليه او المدافع انذار او طرد. لو فاكرني طالع اقول لك ان هو ما كانش بيمثل، لا يا حبيبي هو كان بيمثل، واتمنى يستغل حاجه زي كده. طالما كده هتضرب وكده هتضرب، خلاص استفيد بقى.